السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن الاحوال. ما احلى الكلام اللي بذكر النبي المختار عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك انت سميع مجيب الدعاء. بتمنى طبعا اللي اول مرة يشوف القناة ما ينساش ان هو يشرفني ويشترك طبعا ويفعل الجرس بحيث ان هو يوصله مني كل جديد. تمام، وكمان ان انتوا تشاروه بحيث ان الكل يستفيد بكده ان شاء الله. اما بالنسبة اللي هم طبعا اهل القناة، اهلا وسهلا بيهم وبشكرهم طبعا على تدعيمهم ليا. بصوا يا جماعه، هو الفيديو بتاع النهارده طبعا هو معروف بقى ان انتوا في فصل الشتاء دوت، وفصل الليمون والبرتقال والاستفندي، اللي هو كل الحاجات اللي هي الغنيه بماده يعني بالفيتامين سي، ويعني بتبقى يعني الحمد لله، وخاصه كمان موجوده في مصر الحمد لله بكثره. فطبعا انا مش هتكلم على الليمون في حد ذاته يعني وكده، بس انا اللي هتكلم عنه عن قشر الليمون. خلاص، اظن قشر الليمون يعني كنز وكده. بس انا حابه ان انا هشارك معاكم حاجه بس كده. يعني هو ده المفروض ان هو كده قشر البرتقال اهوت. ده انت بصي ممكن ان انت تعمليه مده يعني حفظ في التلاجة لحين ان انت ما تحتاجيه. طبعا الفايده اللي بتبقى في القشر بتاع البرتقال نفسه، يعني مش هقولك ان هي يمكن تكون اكتر كمان من الفايده اللي في البرتقانه نفسها. فاللي انا اقصده، وده كمان كان قشر ليمون، ان الفايده بتاعته كويسه جدا ان انت تقدري تستخدميه في حاجات كتيره قوي. بتستخدمي كمان في منظفات، وهوريكي مره تانية ازاي ان احنا ممكن نستخدمه. بصوا، يعني بس هو انت لما تكوني عاملاه، انت طبعا بتبقى غاسله البرتقاله وكده، وما تحاوليش ان انت تحطيه كله على بعضه كده اهوت، او انت بتحطيه يصفى زي ما انت عايزه، وبعدين بتحطيه في كيس وبتحطيه في الفريزر. خلاص كده. بس انا عندي حاجه يعني. بصوا، من كتر الحاجات ديت يا جماعه برضو بتبقى واخده كيماويات، بما ان بتخلي روحها قصيره شويه. فممكن على طول حتى التهويه بتاعتها تبص تلاقيها عملت عفن مثلا. ممكن زي حاجه زي كده. تمام، بس انا حبيت اوريها لك الاول، ما حبيتش ارميها. خلاص. طيب، في حل تاني انت ممكن انت بتعمليه، بتحتفظي بيه لحد ما في التلاجة. ممكن بتحتفظي بيه في منظفات. ممكن بتحتفظي بيه ان انت بتفرميه وتعمليه مع معجنات. كيكة بتعمليه. ممكن تحطي منه على بعض السلطة. هو الاكتر المستحب منه ان انت تعملي على بعض السلطة والكلام ده كله، اللي هو قشر الليمون، ولما يكون طري وكده. الفكرة اللي انا عايزة اقدمها لك دلوقتي بتنطبق على قشر الليمون وعلى قشر البرتقال وقشر الاستفندي. خلاص. ديت ان انت بتقدري تستخدميها، وهقولك ازاي تعمليها. انا علشان ما اطولش عليكي، انا كنت عملته، حبيت ان انا انشفه شويه. بس انا لقيت اغلبيته ان انا من كتر ان هو واخد هرمون زي ما قلت لك كده، هو بيعفن وبرميه. فانا لقيت في حل تاني حلو قوي، ان انا هوريهولك انا لان ان انا عاملاه. بصي، انا محمصاه في الفرن. آه حتى هتلاقي فيه منه اللي هو شويه يسيط عليه شويه. تمام اهوت. بصي، ده على فكرة ممكن ان انت تحتفظي منه في بطرمان، يعني بتطحنيه، وانا هوريهولك دلوقتي ازاي انت بتبقي طحناه، وهوريهولك بيبقى شكله ازاي وعامل ازاي، ممكن تستخدميه ازاي برضو. بصوا يا جماعه، كده انا رجعت لكم بعد انا ما خلطت ضربت القشر البرتقال اللي قلت لكم ان انا حمصته وسوده يعني نخلته. بصوا شكله اهو. بصوا، ده بيبقى حلو قوي في ان انت مثلا هتعملي كيكه، هتعملي بسكوت، عايزه حاجه خفيفه بسرعه كده تحت ايديكي. ممكن ان انت بتعملي الكريم شانتي مثلا، عندك سنه عايزه تعمليه بنكهه البرتقال، ممكن تقدري تحطي من دوت، وهيفضل معاكي فتره طويله مش هيجرى له حاجه، لان ان انت حمصتيه ونشفتيه كويس. خلاص. في فكره تانية ممكن برضو ان انت تعملوها، لان برضو قشر البرتقال بيعمل زحمه كتيره جدا في الفريزر، ومش دايما ان انت هتعوزي تستخدميه على طول. ممكن انت برضو هتجيبيه وتغسليه كويس قوي، وتبتدي ان انت تفرميه اهوت،
كده اهوت، وتحطيه في برطمان برضو زي كده، او تحطيه في كيس على حسب المتاح عندك. وقت مثلا برضو ما هتحتاجيه، في مثلا اللي هي كيكه البرتقال برضو، في اللي هو البط بالبرتقال، لان برضو بيبقى معاكي طول السنه، مش البرتقال مش يعني مش متوفر في كده، فاحيانا بتبقي انت ممكن تكوني محتاجاه اهوت. دي برضه ان انت ممكن بتطحنيه كده اهوت، بتخلط يعني في الكبه بتاعتك او في المطحنه بتاعتك، او حتى ان انت عارفه في شفش الخلاط، بس ما تورصيش عليه قوي. حلو كده. الاول لما بتيجي بتعمليه بتبقي مقطعاه صغنن كده، علشان ما تبقيش انتي لما بيبقى صغير كده ما بيتعسرش منك لو انت ما عندكيش كب او كده، لو عندك خلاط، ولو عندك كب برضو بحيث ان هو يطلع معاكي زي كده، لكن لما بيبقى كبير ما بيبقاش حلو. اما بعد كده بقى لو انت عايزه تشيليه عندك بقى الباقي دوت، او ان انت حبيتي تخزني حبه، ان انت تستخدميهم في المنظفات، برضه هتقطعيه زي كده برضه، او هتقطعيه برضه هتبقي فرماه زي كده، وهتاخدي منه، هيسهل عليكي وقت، وهيسهل عليكي مساحه في الفريزر بتاعك. بس في حاجه عايزه اقولك عليها، لما تيجي تغسلي قشر البرتقال وعايزه تيجي تنشفيه، يا اما تحطيه في مصفى في قلب التلاجة، يا اما هتحطيه على فوطه نظيفه وتكوني فرداه، لان دوت لما بيكون على بعض او كده هوت، من كتر الكيماويات والحاجات اللي بترش، برضو انا باكد عليكم الحاجه دي بتبوظ بسرعه وبتعفن بسرعه، وبرضو في الاخر بناخدها على باسكت الزباله، وحتى بعد المجهود وكده. دي كانت فكرتين ان انا حبيت ان انا اشاركهم معاكم فيهم يعني. يا رب تعجبكم، وان عجبتكم بقى ما تنسونيش بقى في الشير واللايك، وكمان ان انتوا تدوسوا على الجرس اللي تحت في المربع الاحمر وتفعلوا الجرس بحيث ان هو يوصلكم منه كل جديد. وبستنى منكم لايكاتكم وتعليقاتكم وشكرا لكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.